في سنة 2053 وبعد آخر حرب خلصت على اللي فاضل في الدنيا تقريبا، الجريمة زادت بشكل جنوني لدرجة إن نسبة الجرائم عليت أكتر من 800%. السجون اتملت فوق طاقتها، والناس اللي كانت مسؤولة عن البلد لقت نفسها مش عارفة تتصرف، فالحكومة اخترعت نظام جديد وغريب جدا اسمه برنامج إعادة التأهيل بالصندوق. النظام ده كان زمان الناس هتعتبره وحشي ومش إنساني خالص، لكن في الزمن ده بقى هو الحل اللي الدولة ماشية بيه. الفكرة كانت إن أي سجين يبقى قدامه اختيارين، يا إما يوافق على الإعدام الفوري يا إما يقضي كل مدة حكمه جوه صندوق مقفول عليه. الأكل والشرب اللي بيوصلوا له جوه الصندوق كان بيتحدد حسب مزاج المواطنين الشرفاء اللي السجين خانهم أو أذاهم، ولو أي حد حاول يهرب مصيره بيبقى الإعدام على طول من غير أي نقاش. جوه واحد من الصناديق دي كانت في ست فرنسية بتحاول تعيش وهي مجروحة في كذا حتة. الست دي كان حكمها 4 سنين ولسه فاضل لها أكتر من سنتين، كانت خلاص قربت تنهار وما فيش نقطة مية واحدة في الوعاء اللي معاها. لما فتحت الفتحة الصغيرة بتاعت الأكل ما لقتش أكل، لقت موس حلاقة. فضلت بصله شوية وبعد تفكير طويل استسلمت وقررت تنهي حياتها بالموس. وفي جزيرة صغيرة في استراليا قريب من البحر كان في كام صندوق متجمعين على الشاطئ. في يوم طفلين كانوا بيلعبوا هناك ورموا كرة مطاطية على واحد من الصناديق. الضربة صحت السجينة اللي جواه. السجينة دي اسمها 13 واكتشفت ان ايديها ورجلها مربوطين. بدأت تشد في الحبل بأسنانها لحد ما قدرت تفكه وتحرر نفسها. هي كان محكوم عليها ب7 سنين وده كان أول يوم ليها جوه الصندوق. فجأة لمبة صغيرة على الحيطة بدأت ترن وفتحة صغيرة اتفتحت. 13 بصت من الفتحة لقت الأطفال ماشيين بعيد، وبعد ثانية واحدة بس اللمبة رنت تاني والفتحة اتقفلت. 13 بدأت تتوسل وتطلب الحرية، لكن الشاشة اللي في الصندوق اشتغلت وفيديو بدأ يشرح لها النظام كله. وفي آخر الفيديو الرسالة كانت واضحة وقاسية إنها هي اللي اختارت مكانها بنفسها. 13 انهارت تماما وفضلت تخبط في الحيطان وتصرخ إنها بريئة وتقول إنها مظلومة لحد ما تعبت ونامت من شدة الانهيار. بعد شوية الفتحة اتفتحت تاني فمدت الوعاء بتاعها مستنية الأكل، لكن ما نزلش أي حاجة. ساعتها بدأت تتفقد كل حتة في الصندوق تدور على أي طريقة للهروب، وكانت كل مرة تلمس مكان معين مدة طويلة تاخد صعقة خفيفة ومع ذلك ما وقفتش. فضلت تفتش وتدور لكن مفيش فايدة. ومع الساعات بدأت تحس إن الوحدة بتاكل عقلها، فبقت تخربش في الصندوق بأظافرها علشان تلهي نفسها بأي شكل. وفي صندوق تاني كانت ست مختلفة بتفوق من نومها، حكمها كان 2 سنين ولسه فاضل لها أكتر من 500 يوم. الست دي كانت أحيانا تسمع صوت بيقول لها أنت لسه عايشة، وفي ليلة حاولت تعبث بلوحة النور لكن الكاميرا اللي جوه الصندوق رصدتها فورا والإنذار اشتغل وصوت أعلن إن الإعدام قرب. وبعدها قضبان معدن بدأت تنزل من السقف. الست اتفزعت وفضلت تصرخ وتستغيث من الفتحة المفتوحة لكن مفيش رد. نامت على الأرض وهي مرعوبة وبصت للقضبان وهي نازلة عليها لحد ما وقفت لحظة صغيرة جدا فوق وشها. الشاشة والصوت بدأوا يهنجوا والست ابتسمت في لحظة وفكرت إن خلاص نجت، لكن التهنيج انتهى والقضبان كملت ونزلت وسحقتها وماتت في الحال. في اليوم اللي بعده 13 فضلت تدور في الصندوق على أي حاجة مفيدة لكن ما لقتش. ولما بدأ المطر ينزل حطت الوعاء عند الفتحة المفتوحة علشان تجمع مية، وفعلا قدرت تشرب لأول مرة من زمان. بعد فترة صحيت من غفوة على صوت حد بيتكلم عند الفتحة. كانت بنت صغيرة واقفة بره وبتسألها عن الحكم بتاعها، ولما 13 قالت لها إنها محكومة ب7 سنين البنت استنتجت إنها على الأغلب سياسية. البنت ملت الوعاء بمية نظيفة وادتها كيس صغير في حبوب أكل و13 أكلتهم على طول. وبعدها البنت قالت لها إن المواطنين هم اللي بيحددوا مصير كل سجين، لكن 13 فضلت تقول لها إنها بريئة والبنت ما ردتش عليها في النقطة دي. ومع الوقت 13 بدأت تحس إن عقلها بيتهز من الوحدة. العزلة بقت أصعب من الجوع والعطش. في لحظة يأس مسكت الحبل وحاولت تنتحر. فضلت ثواني مش قادرة تاخد نفسها، ولما كانت على وشك تموت ايدها سابت الحبل فجأة. بعدها دخلت في نوبة بكاء وانهيار لأنها فهمت إنها حتى مش قادرة تتحكم في موتها هي نفسها. بعد شهور لسه 13 عايشة جوه الصندوق. في مرة لقت بذور محطوطة مع ورقة جورنال فرمتهم في الوعاء وحطت الجورنال جنب الفتحة علشان يجيلها نور، بس اتضح إن المقالات مكتوبة بلغة هي مش بتفهمها. ففضلت تعيط وتحس إنهم بيعذبوها. بعد كده في يوم دخلت ايديها من الفتحة ودورت لحد ما لقت كرة المطاط اللي
الأطفال رموها من زمان، ومن هنا بقى عندها حاجة تشغل نفسها بيها. الأيام مشت بنفس الروتين الممل، تنام تلعب بالكورة، ولما الفتحة تتفتح تبص على المنظر اللي بره علشان تشوف شوية نور. ومع الوقت بدأت جروح جسمها تسوق أكتر وأكتر. وفي صندوق تاني كان في راجل بيعدي حكم 5 سنين، وبعد 1000 يوم في الصندوق بقى شبه واحد فاضي من جوه، وكل اللي يكرره أنا في المكان اللي أنا اخترته. في يوم درون كبير شال صندوق 13 ونقله لمكان تاني وسط غابة فيها عدد كبير من السجناء. البنت الصغيرة رجعت تاني وسألتها انت بتعملي ايه؟ 13 ردت اعادة تأهيل. البنت قالت لها انها بقت بتقرا شكسبير وده كان ممنوع بقاله فترة. 13 قالت لها انها تعرف تقرا فعلا، لكن القراءة نفسها كانت ممنوعة عليها جوه الصندوق. ولما البنت قالت لها انه مفيش اعادة تأهيل من غير كتب، مسكت ايد 13 وقرأت لها سطر من روميو وجولييت. 13 اتأثرت جدا وقالت ان الكلام جميل ونفسها تقرا يوم. البنت حاولت تديها الكتاب لكن 13 رفضت علشان خايفة من المشاكل، فالبنت سابت لها اكل ووعدتها انها ترجع تاني وتقرا لها. وبعد ما مشيت 13 فضلت تفكر في لمسها وفي وشها، وفي الاخر بدأت تعمل تصرفات حمقاء وهي متراقبة بالكاميرا. عدت سنة من اول يوم ليها وهي بتاكل من كيس البذور، لقت كتاب صغير متخبي جواه. فضلت تبعد وشها عن الكاميرا وفتحته واتضح انه روميو وجولييت. القراءة جابت لها امل وكأنها رجعت تتنفس من جديد. بعد كده لما جالها مية نظيفة غسلت جسمها ونظفت جروحها علشان ما يحصل لهاش التهاب. كانت الحركة مؤلمة جدا لكنها استحملتها، وبعدها رمت المية الوسخة بره. الكاميرا اعتبرت ده اهدار للمية فتم نقل صندوقها تاني للشاطئ. بعدها البنت الصغيرة رجعت تزورها واستغربت 13 ليه الصندوق اتنقل. بدل ما تجاوبها 13 سألتها بتختار مين يتغذى ازاي. البنت شرحت انها بتلف على السجناء وبتتكلم معاهم على قد ما تقدر. وفي اليوم ده كان واضح ان في عاصفة جاية فاضطرت تمشي بسرعة. 13 كمان سألتها عندها كام سنة، ولما عرفت انها 16 قالت لها انها بتفكرها باختها اللي ماتت. ومرت اسابيع و13 بقت عايشة على الكتاب الصغير ده. كانت تخبيه في فتحة صغيرة جوه الصندوق وتطلعه كل ما تحب تقرا سطر، ودايما تبعد وشها عن الكاميرا. اوقات كانت تفتحه تحت ضوء القمر لما الشمس تغيب رغم ان النور كان ضعيف جدا. وفي يوم الصندوق اتنقل تاني و13 كانت شايفة البحر وهي راكبة مع الدرون. لما الصندوق نزل ظهر راجل عند الفتحة وكان بياكل تفاحة علشان يستفزها. 13 بكت وطلبت منه حتى لقمة وتوسلت له يكون رحيم، لكنه قال لها انه مش هيشفق على اي حيوان جوه الصندوق. وقال كمان انه لو القرار بايده كان هيعدم كل السجناء من غير فرصة اصلاح. بعد شوية خناق عرض عليها صفقة، هي تاخد التفاحة وهو ياخد اللي هو عاوزه. 13 كانت جعانة جدا لدرجة انها وافقت وانحنت قدام الفتحة. الراجل اعتدى عليها لكن الدرون اللي بيحرس المكان رصدهم فورا وفتح النار. الراجل مات في لحظتها وطلقة كمان دخلت جوه الصندوق واصابت رجل 13، وبرغم الالم مدت ايديها واخدت التفاحة وبدأت تاكل فيها بسرعة، لكن اكتشفت انها مليانة دود فاستفرغت كل اللي اكلته. في الليل صحيت على صوت الانذار. الصوت قال ان التبادل للاكل ممنوع وبالتالي العقوبة هتبقى 7 ايام من الارق الكامل. وكانت دي اخر فرصة تحذير ليها، لو كسرت القواعد مرة تانية هتموت. نور قوي اشتغل جوه الصندوق والانذار فضل شغال من غير توقف لمدة 7 ايام. 13 ما قدرتش تنام، كانت بتحاول تغطي عينيها ودانها بتيشيرت لكن من غير فايدة. كانت بتصرخ من القهر وهي حاسة ان عقلها بيسقط واحدة واحدة. احيانا الانذار كان بيهدى فتجرب تنام، لكن اول ما تقفل عينيها بيرجع يرن من جديد. وخلال اسبوع الارق ده 13 كملت 2 سنين جوه الصندوق. بعد فترة بدأت تلاحظ ان في ناس بره عايشين حياتهم بشكل طبيعي وده كان بيكسرها اكتر. وفجأة الصوت اعلن انها اتظلمت في الحكم وان المواطنين وافقوا يطلقوا سراحها. بعدها ظهر وش ست جميلة عند الفتحة والغريب انها قدرت تدخل جوه. 13 حست انها شكلها مألوف ما عرفتهاش. الست قعدت على كنبة صغيرة وبتمسك فنجان وقالت لها ان كل ده مجرد هلوسة وان 13 مش خارجة. وقالت كمان ان الست الجميلة دي هي نفس شكل 13 قبل ما تتقبض عليها، وشرحت لها قد ايه المخ البشري يقدر يمر بتجارب نفسية غريبة. وبعدها ضحكت بشكل هستيري و13 كانت بتعيط من الوجع. ولما صوت الصندوق اعلن اخيرا ان العقوبة انتهت 13 قدرت تنام والهلوسة اختفت، لكن اثرها النفسي فضل قاسي جدا. بعد كام ليلة شافت العاب نارية في السماء. الصوت قال ان ده رأس السنة وانه احتفال، وقال كمان ان المواطنين قرروا العفو عن كل اللي في الصناديق ما عدا
السجناء السياسيين، وده معناه ان 13 لسه مش هتخرج. وفي الليلة دي اكتشفت ان اسنانها بدأت تقع. في الصبح ست كبيرة في السن ظهرت بره صندوقها وخبطت على الحيطة بمصدى. الست قالت انها قضت 15 سنة جوه صندوق، وان التجربة دي شكلت شخصيتها وخلتها الشخص اللي هي عليه دلوقتي، وادتها الموس. وبعدها قالت انها بتكره الشخص اللي بقت عليه. 13 بصت للموس لكن ما قدرتش تستخدمه. وبعدها البنت اللي بتحب شكسبير رجعت تاني، وبعد ثواني 13 فهمت انها حقيقية فعلا. البنت ملت الوعاء بمية جديدة ولمست ايديها وقرأت لها من الكتاب، ودي المرة اللي 13 قدرت تكمل فيها السطر معاها. بعد شهور بطن 13 كبرت جدا، واتضح انها حامل بسبب اللي حصل مع الراجل بتاع التفاحة. المرة اللي جاية لما البنت الصغيرة رجعت قالت لها ان ناسها عاوزين ينقذوها ويخلوها تكمل حكمها تحت رعايتهم، لكن الكلام ده شغل الانذار والفتحة اتقفلت والبنت جريت بعيد. و13 فضلت تصرخ من الألم لانها فقدت فرصة النجاة. بعدها بشوية جه راجل جديد عند الفتحة، شاف انها حامل ولسه فاضل لها 4 سنين، سألها اذا كانت تعرف معنى الرحمة واشار لصندوق تاني كان مولع، وقال لها ان الموت السريع هو الطلب الوحيد اللي المفروض تطلبه. لكن 13 رفضت عرضه. وفي يوم من الايام لاحظت ان في ميه بتتسرب من السقف، فمدت ايديها ولقت مسمار مفكوك فطلعته. استخدمته علشان تبرد اظافرها شويه، وبعدها سابته يقع وفضلت تحك الفتحه الصغيره اللي عملتها على امل تكبرها تدريجيا. وبعد شهور بدات تحس بالام الولاده، نزلت على ركبها وفضلت تضغط على نفسها لحد ما الطفل خرج للدنيا، فحضنته بقوه وقطعت الحبل السري باسنانها. في اللحظه دي الانذار رن، والصوت اعلن انها كسرت قانون جديد لانها دخلت شخص تاني للصندوق، وبالتالي لازم يتم انهائها. فجاه غاز ملا المكان وغيبها عن الوعي. لما فاقت لقيت ان طفلها اتاخد منها، فصرخت وانفجرت وفضلت تطلب يرجعوه لها. وبعد 4 سنين من الحبس كانت عواصف البحر والامواج بتضرب الصندوق بعنف، وبسبب الثقوب اللي عملتها الميه بدات تدخل جوه الصندوق وتلخبط لوحه التحكم. ولما مدت ايديها تدور على حاجه تمسك فيها النظام اختل والفتحه اتقفلت على ايديها. صرخت من الالم وفضلت تشد، لكن ده زود جرحها اكتر. وبعد لحظات النظام خرب تاني والفتحه اتفتحت وسابت ايديها لكنها خرجت مكسوره. بعد شويه شافت حشره صغيره داست عليها برجلها الحافيه، وبعدها مسكتها واكلتها وهي بتكتم نفسها علشان ما ترجعش. الميه كانت لسه داخلها فجمعت منها شويه في الوعاء، لكن الصندوق بدا يغرق. وبرغم الميه اللي حوالين منها فضلت تحاول تقرا الكتاب، ومع ارتفاع مستوى الميه بقت واقفه بالعافيه. النظام اكتشف ان في تدخل غير قانوني وقال ان الاعدام لازم يتم. 13 كانت بتحاول تفضل عايشه، وساعتها درون جه علشان يشيل الصندوق، لكن اثناء الطيران صاعقه برق ضربته فوقع على الارض والصندوق اتقلب واتسحب مع الموج. وفي الصبح كانوا 3 شباب صغيرين بيلعبوا عند الشاطئ، لاحظوا الصندوق وهو بيطلع على الرمل وبعده 13 نفسها، لكنهم ما اهتموش بيها ومشيوا على بيتهم كأن ما فيش حاجة حصلت. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وطبعا افكرك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما دام انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد انها هتعجبك. بس كده اشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.